فهنا بقى خليه دانيال تبدا تشتغل، لان انت حطيت الخرسين في محلول ايوناته والنحاس في محلول ايوناته. تاني مش احنا خلاص بقينا في دايره مغلقه؟ الالكترونات دلوقتي انت حطيت لهم سلك، فكده هم اتنشطوا عشان يتحركوا. شايف انت الكلام اللي انا قلته هنا؟ اعكسه هناك بقى، اعكسه هناك عند الكاثود. شفت بقى؟ الكيمياء دي غداره والله، الكيمياء دي غداره، تفضل سهله دايما بس في الاخر تيجي تغدر بيك على طول كده. بص تفضل سهله طول السنه، تيجي في الاخر تحس ان انت يا نهار ازرق قدامي 300 معادله احفظهم ليله الامتحان يا نهار أزرق. بس يلا خير بقى، انت تفضل حاسس ان انت يعني انا لو جيت سالت اي واحد الكيمياء صعبه ولا سهله؟ سهله جدا، اسهل من الفيزياء مليون مره. تعالى ليله الامتحان بقى، تعالى ليله الامتحان. مشاهدات الفيديوهات على اليوتيوب معديه لكسره ال 2 مليون، يعني خلاص مراكمين. هل الفيديو ده كافي يا مستر لو حد ما داش المنهج؟ بيحط ملح لازم يكون الكتروليت قوي. الانيون السالب واللي راح للكاثود الكاتيون الموجب. في ناس بقى بتبصمجه تقول لك ايه؟ الان والكات كات. يعني ايه الان والكات كات؟ الانيون يروح للانود، تمام، والكات كات يروح للكاثود.